صعب. 30% راهي نسبة هامة، راه 30% نسبة هامة. 30% المنتخبات العربية العربية لا العربية لا. يعني انت لا تتوقع مثلا، انت لا تتوقع للمغرب المستضيف ان يتأهل الى نصف النهائي؟ لا هو بالنسبة لي انا قلت لك المغرب هو فوق الجميع، ثم المغرب هو المرشح رقم 1 للفوز. اذا هذا عندنا واحد من 4. وبقية المنتخبات الجزائر اللي راح الان اللي تصدر مجموعته ب9 نقاط وهدف، لو يمر مقابلة الكونغو الجزائر سيكون مرشحين للدورة نصف النهائي. هذا 2 كأنك تقول يعني لا هذا 2 لحظة هذا 2. كمل. مصر امام بنين. اعتبر ان المقابله ان شاء الله محسومه. طيب نجي الى خوفك في دور ربع النهائي الثاني. لا هو كانك مخاوفه في دور ربع النهائي وبوركينا فاسو. هل مصر باستطاعتها ان تتخطى ولا لا؟ وامس احنا كنا نظريا باستطاعتها، ولكن اصعب. اذا احنا يا سيدي الفاضل انت قلبت المعادله. انت متخوف من وضع منتخب تونس اللي يشكل 30% من المربع الذهبي. كملت نشتني على تونس، ما نشتنيش على تونس. ما نشتنيش لان انت قلت 30%. طيب تونس انا اسالك تونس ومالي باش نربحوا مالي، باش نربحوا السنغال، باش نترشحوا النصف النهائي ونفوزوا بالنهائي. السؤال بدر ونحن نشاهد وللحديث بقيه. جميل. ونحن نشاهد طريق الى النهائي. اي جهه اصعب؟ الجهه اليمنى يا بدر ام الجهه اليسرى؟ الجهه اليمنى التي فيها المغرب والجزائر ام اللي فيها تونس ومصر؟ انا من البدايه اقول لك على انه تم وضع البرنامج على اساس المنتخبين اللي كانوا قبل من بدايه البطوله يعتبران هم الاقوى على المستوى الافريقي، المغرب السنغال. وضع لكي إن تصدر مجموعتهما لن يلتقيا إلا في المباراة النهائية. فبالتالي هذه العملية ديال التفريق كانت مقصودة. طيب حاليا في وصول المنتخبات، لكن أنا يبدو لي على أن أي جهة أقوى من جهة اللي فيها أنا في اعتقادي فيها الكوت ديفوار وفيها بوركينا فاسو وفيها مالي. يعني المغرب في الجهة الأسهل، مش الاسهل لكن نسبيا الاسهل نسبيا قوه من الجهه الثانيه. فتحي لا تماما العكس نتاع بدر الدين. عكس بالطبع جهه المغرب اصعب. جهه المغرب فيها جنوب افريقيا، الكاميرون، فيها الجزائر، فيها كونغو ديمقراطيه، فيها نيجيريا، فيها 6 فرق على 8 بالامكانهم ان في الجهه اليسرى. لا اسهل الحقيقه اسهل. فيها السنغال، فيها السودان، فيها البنين، فيها بوركينا فاسو. 3 على 8. اخرين 2 على 8. طيب حسام الدين ونحن نشاهد ايها اصعب في اي جهه؟ اقول ان جهه المغرب صعبه مع فتحي. هي الاصعب لوجود المنتخبات الكبيره. نعم كبير جدا. وتتوقع ان نشاهد دور ممتع مثير في مواجهات سواء في الجهه اليمنى والجهه اليسرى، بدايه من دور ربع نهائي ناري. أرجو أن يكون منتخب العربي يفوز. أنت ما يهمك أن يكون منتخب عربي يصل إلى وأنا أيضا أنا أثق أن المنتخبات العربية له الفرصة أن يفوز في المباراة المقبلة. تتوقع أن تتخطى جميعها؟ نعم هناك بعض المشكلات لكن المغرب تتخطى تنزانيا؟ نعم قادر جدا. كونغو والجزائر مواجهة كبيرة متوازنة، لكن ما قدم الجزائر نرجو أن الجزائر سيفوز أمام منتخب كونغو. ونفس الأمر لمصر، تتخطى بنين؟ نعم قادر جدا. وتونس أمام مع مالي رأينا كما رأينا أن تونس قدم مباراة كبيرة ولو أمام منتخب نيجيريا. خسر منتخب تونس ولكن فاز، فأقول أن فاز في الشوط الثاني. والسودان سيكون صعبا جدا في مواجهة نيجيريا. سيكون صعبة جدا. هي الأصعب ما بين المنتخبات العربية، ونتمنى للسودان أن يتخطى. الجزائر بالبدلاء ودون عناء. أهلا مشاري، أهلا بالأحباب والأصحاب، أهلا بالسادة المشاهدين والمشاهدات. كل عام والعالم بخير، كل عام
والعالم الإسلامي بخير، كل عام والأمة العربية بخير، وكل عامين وكأس أفريقيا إن شاء الله موجود. عجبتني الأخيرة صراحة، كل عامين لآخر حلقة في كل يوم من المساء، لآخر حلقة ولآخر وراك مش أنا صاحب القرار، مش أنا صاحب القرار. صاحب القرار إن شاء الله أتمنى ويسمع فينا ويتراجع على هذا القرار. حسام الدين أحمد، أهلا وسهلا، مساء الخير. أجواء الجماهير حسام جميلة. اهلا وسهلا، مساء الخير، مساء النور، كل عام وانتم بخير. والجماهير في احتفالها، شاهدت المقطع جميل. نعم جميل. تعبر في هذه النسخة الأفريقية التنظيمية المميزة هناك في المغرب، الكل مبتسم كابتسامتك. نسخة مميزة والله، جميلا. وأولا الجماهير واستقبال والمسامحة بين الجماهير العرب وجماهير افريقيا. نعم، هذا جميل جدا. إذا من الجماهير إلى الابتسامة وإلى عبد الكريم الشمالي. مساء الخير، أهلا وسهلا. مساء النور، مساء عليك وعلى مشاهدينا الكرام وعلى الأخوة الزملاء بالاستوديو. كل عام وأنتم بخير، كل عام والعالم بخير، كل عام والإنسان بخير، كل عام وعربنا بخير والسودان بألف خير إن شاء الله. وربنا يحفظ أوطاننا ويحفظ أهلنا في فلسطين. اللهم آمين. بدر الدين إدريسي، أهلا وسهلا. مساء الخير زميلي مشاري، مساء الخير لزملائي الاعزاء، مساء الخير لكل مشاهدي المشاهدات الكرام. ايضا اتمنى للجميع ان شاء الله سنه سعيده، عام كله افراح ومسرات، يسود السلام، يسود الامن، وايضا تعيش دولنا العربيه ودولنا الاسلاميه في رفاء ونماء ان شاء الله. وكل 4 سنوات كان بألف خير ما دام يريدها له موتسيقي وليس فتحي بن ولدي. رد عليك بدر الدين. إذا بعد انتهاء دور المجموعات، الطريق إلى النهائي، بداية من دور ثمن النهائي، جنوب أفريقيا والكاميرون في مواجهة، ثم المغرب، تنزانيا، الجزائر، كونغو الديمقراطية، نيجيريا، موزمبيق، كل هالمنتخبات في الجهة اليمنى. أما فيما يخص الجهة اليسرى، مالي، تونس، السنغال، السودان في مواجهة كذلك، مصر، بنين، كوتيفوار، بوركينا فاسو. مصر في طريق تونس في مواجهة عربية، والمغرب في طريق الجزائر في مواجهة عربية إن استمروا إلى المربع الذهبي المثالي التاريخي العربي الذي نتمناه يا فتحي. بالطبع احنا نتمناه عام سعيد، عام جديد، واحنا توا اللحظة هذه بالذات كلها تمنيات، وبطبيعة الحال من بين التمنيات أول أمنية في عام 2026 نصف النهائي، الجزائر، مصر، تونس والجزائر والمغرب في النصف النهائي، وبطبيعة الحال يكون نصف هذا النهائي. عديت السودان. نعم، نحبوهم إذا عديت صحيح يا عبد الكريم، يا عبد الكريم. بس عبد الكريم لاحظت فتحي ويقول الأمنية كان متردد أو في هناك مخاوف. بالطبع فما لا مخاوف، وجهها صاير أصفر. فما بالطبع فما مخاوف، هذه أمنيات القلب. صحيح. وطبيعي جدا. كم نسبة أن تحدث بهذا الشكل؟ والله نسبة الحقيقة ما هيش كبيرة برشا، معناها نجم نقولوا 30%، ولكن لو تحدث هذا المساء يصير فيه انفجار، لأنه فعلا يكون حدث استثنائي تاريخي، وتصبح البطولة الإفريقية بطولة عربية. جميل. بدر الدين إدريسي، لماذا ولا ننسى السودان قد تستمر وما نتمنى، فكل التوفيق لجميع منتخباتنا العربية. بالطبع. طريق ثمن النهائي. لا، هو فتحي يتكلم على الاستثناء، لكن الاستثناء موجود الآن. أين يوجد؟ وين؟ أن كل 5 منتخبات عربية تحقق العبور إلى الدور الثاني. لم يحدث هذا أبدا منذ آخر 3 نسخ. يحدث اليوم في المغرب لأول مرة. ربما يكون هذا مؤشر على أنه في شيء يلوح في الأفق، لكن المؤكد على أنه هذا الحضور العربي الوازن على مستوى الدور الثمانيني مشاري سببه المساندة اللامشروطة التي تحظى بها كل المنتخبات العربية داخل كأس أفريقيا الأمم. أبدا
لا أتصور أنه كانت في مباراة لمنتخب عربي خلالها الملعب أو المدارج من الجماهير. الجماهير متواجدة بأعداد كبيرة جدا، وأظنها ستتواجد بكثافة في مباريات الدور ثمن النهائي. عبد الكريم، سأعود لك في تعليقك على خارطة دور ثمن النهائي والوصول إلى النهائي، لكن حسام الدين أحمد، جزر القمر خرجت، لكن أنت أمنياتك مع كل العرب، للأسف أنها خرجت. كل العرب. وأنت ستدعم وتشجع جميع المنتخبات العربية بداية من دور ثمن النهائي. سيكون كما في سنة 2004 هناك نهائي عربي إن شاء الله سيكون هكذا ما بين تونس والمغرب. لا أدري، ولكن حاليا ندعو أن يكون في ربع النهائي، في نصف النهائي منتخب عربي. والآن من تشجع؟ كم نسبة؟ أنا؟ لا نحب نعرف الآن من تشجع العرب. المنتخبات العرب؟ العرب. لا العرب بالتساوي يا حسام، بالتساوي. العرب بالتساوي. تونس والمصر ولا بالتساوي؟ من هذا هو السؤال. في القلب. من في القلب؟ في القلب المغرب. المغرب بدر جماهير ليس لاجله المغرب في ليس لاجله من أجل من؟ اجل جماهير العرب المغرب الذي كانوا يشجعون المنتخب. الله، صراحة نقطة جدا جميلة. ليس لاجل يعني مع الجماهير المغربية في تشجيع لجميع المنتخبات العربية في وصف المنتخبات العربية. عارف بدر الدين شجعكم. انت لما لاعب يجي يزور القمر مع المغرب كنا من شجعتكم. يشجع النسخة التنظيمية والجماهير، صح؟ لكن الفوز مع جميع المنتخبات. مع جميع المنتخبات. سأكون مسرور جدا إذا كان النهائي بين منتخب عربي، لأن هذا أيضا سيكون أفضل في البطولة، لأن نعرف أن إذا كان النهائي منتخب عربي الجماهير يكون كثيرة جدا. جميل. من المنتخبات العربية التي وصلت الخمس ترشيحات حسام الدين أحمد، ما بين الخمس من الأكثر ترشيحا والأكثر حظا؟ أكثر ترشيحا كما قلت من المنتخبات العربية، المغرب ثم مصر. أنا نظرات فتحي، نظرات فتحي لك في تاريخ، ثم الجزائر، ثم تونس. بالله شوي. ايوه شويه. ما خذ لي القلم بتاعي، هات القلم. ما خذ لي القلم بتاعي. وحط تونس في الثالث، ولكن الرابع. لا الثالث تونس. والخامس السودان. جميل. عبد الكريم، أنا كنت أتمنى أن يكون منتخب جزر القمر الأول، هل يمكن؟ لا. إذا معطيات عبد الكريم. يعني وفق ما الآن المجموعتين أو خطين البطولة، أعتقد بأن لا يمكن أن نتمنى أفضل من ذلك. إمكانية وصول 4 منتخبات إلى الدور النصف